احنا في شهر اكتوبر، وده بنسميه بينك اكتوبر او اكتوبر الوردي، وهو ده شهر التوعيه باورام الثدي او بسرطان الثدي. معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات اورام الثدي التجميليه. وتعالوا في الفيديو ده اقول لكم مين اللي المفروض يعمل متابعه دوريه وازاي يعملها. اول حاجه، اي ست فوق سن ال 40 سنه لازم يا جماعه تعمل كل سنه سونار وماموجرام على الثديين، حتى لو مفيش اي اعراض. ده حاجه بنسميها الكشف المبكر او المتابعه الدوريه لسرطان الثدي. طيب مين تاني؟ التاريخ الوراثي. يعني ايه التاريخ الوراثي؟ يعني لو حد ظهر عنده في العيله حاله جالها سرطان في الثدي، الام، الخاله، الجده، بنات الخاله، العمه، بنات العمه، لازم تبتدي تعمل متابعة دورية. وده بيبقى في ميعاد بدري شوية عن الميعاد الطبيعي اللي احنا بنعمل فيه. احنا بنعمل عند سن ال40، يبقى الطبيعي ان اللي عنده تاريخ وراثي لازم يبدأ يعمل الفحص الدوري او المتابعة الدورية من عند سن ال30. وبتبقى عن طريق ان احنا نعمل سونار على الناحيتين بس، من غير ما نعمل ماموجرام الا احتاجنا الضرورة او الا عند الضرورة، او ممكن نستعيض عنه برنين مغناطيسي بالصبغة على الثديين. ده بديل للماموجرام في السن الصغير او تحت سن ال40 عموما. مين تاني لازم يكون بيعمل متابعة دورية؟ أي حد عنده أي أورام كانت حميدة أو مش كانت حميدة، كانت فيها أي نشاط معين، والدكتور المعالج بتاعه أو الجراح قال له إن إحنا هاي ريسك جروب، أو من الجروب اللي معامل الخطورة بتاعها عالي إنه يحصل لها سرطان في الثدي، فلازم نعمل متابعة دورية. دول كمان لازم يعملوا فحص دوري. اي حد بياخد هرمونات بصفه طويله جدا او بفتره طويله، او عمل تنشيط للتبويض بفترات طويله او اكتر من مره، لازم برضو يعمل فحص ذاتي ومتابعه دوريه لسرطان الثدي للاكتشاف المبكر. لاننا زي ما قلنا في اكتر من فيديو، الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بيعني الشفاء التام. لو اكتشفنا سرطان دوت في المرحله 0 او المرحله 1، نسبه الشفاء بتاعه بتتعدى 98 ل 100%، فبالتالي بتبقى طرق العلاج اسهل ونسب الشفاء اعلى. ويا رب ربنا يحفظنا جميعا، ويا رب اكون افدتكم. ما تنسوش تعملوا لنا فولو وسبسكرايب لليوتيوب والتيك توك والانستجرام. اشوفكم فيديوهات تانية كتير.